السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. بشكركم جدا 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 على كل الكومنت الجميلة. بشكركم جدا على الثقة الغالية. يا رب دايما ابقى قد الثقة دي. وعارفة والله ان انا مقصرة، بس ان شاء الله ربنا ييسر. تابعوني بقى اليومين الجايين، هيبقى فيهم حاجات حلوة قوي قوي قوي. انا عايزة اقولك كلمتين. اولا مفيش ست وحشة، مفيش ست مش حلوة، مفيش ست ملهاش اللمسة في بيتها. ربنا ما يحرمنا من بيوتنا ولا يحرم ولادنا ولا حبايبنا مننا. سيبك بقى من التجاعيد والشعر الابيض والكلام ده. احنا بنقول كل الكلام ده عشان احنا حلوين ولازم نحافظ على كل حاجة حلوة. يلا بينا. النهارده عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي. الوصفه النهارده 2 في 1، فيلر وبوتوكس. وقولي لي ايه رايك. انا مش بقول لك انها بتجيب نتيجه فوريه، لا، بتحسسك بفرق. بتحسسك بفرق. عايزه اقول لك ان الوصفات الطبيعيه حتى لو بتجيب الافكت على المدى البعيد، بس بتحسسك كل يوم بفرق. بتلعب على حته نفسيه كده جميله قوي. مش بتروحي وترجعي تاخدي جلسه وترجعي وتتكلفي مبالغ لها قيمتها، وتنك تبص في المرايه وتعملي كده، طب حصل ايه، طب خالص. كل يوم بتحسي بنضاره وبتلمسي نعومه بشرتك، بتحسسك كده مود جميل قوي. خلينا نخش في الموضوع على طول. ده الجلد اهو بتاعنا، فيه دهون وفيه كولاجين وفيه ميه. لو انا حافظت على رطوبه بشرتي، جلدي ده مش هيترهل. منطقي صح؟ لو انا حطيت شغلت شويه البكتيريا، بدل ما اروح اعمل حقنه بقد كده واعمل قد كده، وحطيت البكتيريا بتاعتي تشتغل على بشرتي شويه، ورطبت وحبست الرطوبه وحافظت على شويه البكتيريا اللي انا سبتهم يعدوا فوليوم لبشرتي او يعملوا لي نضاره، يبقى انا الكسبانه. يبقى هنعمل ايه بالتناوب مع بعض؟ وصفتين اتنين، الفيلر مع البوتوكس، ودي يوم ودي يوم، وخدي لك يوم اجازه وريحي فيه لحد ما توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. هتجيبي لي ايه؟ هتجيبي لي ايه؟ هتجيبي لي معلقه رز، معلقه واحده، عشان هنعمل كميه تكفي اسبوع، هنعمل اسبوع باسبوع. وت... تسلقيها كويس جدا جدا في ميه ورد. بعدين لما تنزلي الرز تضربيه بالهاند بلندر وتصفيه كويس جدا لحد ما يبقى ملمسه كريمي. هتحطي على الرز ايه؟ هتحطي لي معلقه جل صبار، تمام، ومعلقه خميره فوريه، وتقلبي كويس جدا جدا جدا، نقطتين زيت جوز الهند. تمام. العلبه بتاعتي هشيلها في التلاجة واشتغل بقى. كل ليله احطه على بشره نظيفه، نظيفه دي يعني ما فيهاش ميك اب، ما فيهاش حاجه، مغسوله كويس على بشره لحد ما ينشف خالص، وافركه واشطف. وبعدين احط ايه؟ ارش ميه ورد وارطب بالمرطب بتاعي العادي، وعليه حته قد العدسيه كده او الحمصيه فازلين. كده جبنا من الاخر. تاني يوم بقى انا محتاجه ترطيب قوي جدا جدا جدا. هتجيبي لي ازازه كده، ايا ما كانت الازازه، 3/4 زيت جوجوبا والربع زيت خروع على مكان التجاعيد. واحط النقطه، حطها لي في قطره غامقه، وتجيبي نقطه تعملي كده، نقطه تعملي كده، نقطه وتعملي كده. وعشان تظبطي الدنيا وتحفزي الكولاجين وتعملي كل حاجه، يا تعملي لي جلسه ديرمابين. انا عندي الديرمابين وعملتها قدامكم قبل كده، يا اما جلسه مشط. انا شخصيا بحب جلسه المشط. جلسه المشط بتحفز الكولاجين، ومش يعني مش بتعور، ومش وبتخلي الدنيا زي الفل. تديكي نفس الافكت بس على بسيط شويه للناس اللي عندها فوبيا من الدم او ما بتحبش ايه، الشكشكه والكلام ده. انا ضد الابر وبخاف منها، عندي فوبيا منها. تمام كده. الوصفتين دول لو عملتيهم بالتناوب مع بعض هتوصلي لبشره مثاليه وجميله مع شرب الميه. وخليكي فاكره زي ما قلت لك ان البشره والجلد والشعر والضوافر مرآة للمعده. لو معدتك حلوه وبتاكلي كويس وبتهضمي كويس، هتلاقي كل حاجه تمام. ربنا يمتعكم كلكم بالصحه وبالستر وبالسعاده. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم كلكم. يا رب يبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اعملوا سبسكرايب للقناه. انا عايزه القناه تبقى مليونيه، او على الاقل كل اللي معايا على كل الابليكيشنز يبقوا معايا هنا. انا عندي نص مليون على الفيسبوك، عايزاهم يبقوا معايا هنا. اشوفكم على خير.